السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كوارث بتحصل بسبب البشر وحروب بتبدأ بسبب السياسة، بس في نوع تاني من الحوادث أغرب من كل ده. كائنات صغيرة بدأت تنتشر بشكل خارج عن السيطرة وتحولت لأزمات حقيقية وقفت قدامها حكومات عاجزة. في الفيديو ده هنتكلم عن أغرب اجتياحات الحيوانات اللي حصلت في التاريخ، قصص كلها حقيقية وغريبة. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. في سنة 1955 في بلدة صغيرة اسمها شارلك في جنوب استراليا حصلت واحدة من أغرب الحوادث اللي البلد شافتها في تاريخها. الناس هناك كانوا عايشين حياتهم عادي، وبلدة زراعية هادية وعدد السكان قليل، وكل يوم شبه اللي قبله، لحد ما فجأة كل ده اتغير. في ليلة من الليالي ناس كتير في المدينة بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، أصوات نقيق عالي جدا بيجي من كل الاتجاهات. ومع أول ضوء شمس كانت الكارثة بدأت فعلا. آلاف بل ملايين من الضفادع نزلت على المدينة كأنها طوفان حي، بتخرج من الأنهار والترع والبرك وتتحرك مع بعض في موجات ضخمة وتغطي الأرض بالكامل. الضفادع دي مش صغيرة، كانت ضفادع ضخمة من نوع اسمه علجوم القصب. النوع ده اتجاب استراليا أصلا في التلاتينيات عشان يحاربوا بيه حشرة بتبوظ محاصيل القصب، لكن الضفادع خرجت من تحت السيطرة وانتشرت بسرعة لأن ما كانش في حيوانات بتفترسها، وكمان عندها سم قاتل على جلدها. في شارلك الوضع كان مرعب بجد. الناس كانت بتفتح باب البيت تلاقي الضفادع على العتبة وفي المطبخ وفي الحمام، وطالعة من البلاعات وداخلة من تحت الأبواب. اللي عنده مزرعة أو جنينة ملهاش ملامح تاني يوم. الضفادع فرشت على كل حاجة وبوظت الزرع وسابت وراها ريحة صعبة. الحكومة حاولت تتدخل وبدأوا يرشوا مبيدات ويضخوا مية علشان يغسلوا الشوارع، لكن الضفادع كانت بتتجمع تاني وأعدادها كانت أكتر من أي محاولة للسيطرة. والكارثة الأكبر إن لما الضفادع دي ماتت الجثث كانت بتتحلل بسرعة وريحة التعفن انتشرت في الجو، لدرجة إن في بعض البيوت الناس سابتها وخرجت. الصحف وقتها وصفت اللي حصل إنه اجتياح بيولوجي، وإن البلدة دخلت حالة طوارئ من غير إعلان رسمي. ومع مرور الأيام ومع التغير في الطقس الضفادع بدأت تختفي بالتدريج، لكن بعد ما سابت وراها أضرار بيئية ونفسية وصحية للناس اللي عاشوا الموقف ده. ولحد النهاردة اللي حصل في شارلك سنة 1955 بيعتبر واحدة من أغرب اجتياحات الكائنات في تاريخ استراليا ويمكن في تاريخ البشرية كلها. في سنة 1859 كان في راجل إنجليزي اسمه توماس أوستن عايش في مزرعة كبيرة في ولاية فيكتوريا جنوب استراليا. الراجل ده كان بيحب الصيد وقرر انه يجيب شوية أرانب من انجلترا علشان يصطادهم في البرية. قرار بسيط جدا لكنه فتح باب لجحيم بيئي استمر لأكثر من قرن. توماس جاب 24 أرنب بس وطلعهم في البرية حوالين المزرعة، لكن اللي ما كانش يعرفه ان استراليا كانت الجنة المثالية للأرانب. مفيش مفترسات طبيعية والأرض واسعة والمناخ مناسب والمزارع مليانة أكل. وفي خلال سنين قليلة جدا الأرانب دي اتكسرت بشكل مرعب، من 24 أرنب بقوا ملايين، لدرجة إن في بداية القرن العشرين كان في تقديرات بتقول إن عدد الأرانب في أستراليا وصل ل 600 مليون أرنب. الأرانب ما كانتش بتأذي البشر مباشرة، لكن كانت بتضرب الزراعة في مقتل، بتاكل الزرع بالكامل قبل ما يلحق ينمو، وبتخرب التربة عن طريق إنها بتحفر أنفاق بتبوظ جذور النباتات، وبتتسبب في تصحر الأرض الزراعية بالكامل. المزارعين كانوا في حالة ذعر، كل موسم حصاد بيتخرب والخسائر بتزيد سنة عن سنة. والكارثة الأكبر إن أي محاولة لمكافحتهم كانت فاشلة تماما. استخدموا بنادق وصيادين وفخاخ وسموم وأسوار عازلة حوالين الأراضي الزراعية. في سنة 1901 الحكومة بنت أطول سور في العالم وقتها اسمه سور الأرانب، طوله 3000 كيلومتر، بس حتى ده ما وقفهمش. كانوا بيلاقوا طريقة يعدوا من تحت أو حوالين السور وبيكملوا تدميرهم. في الأربعينيات والخمسينيات العلماء حاولوا يحلوا المشكلة بطريقة علمية. الاجتياح ده ما كانش مجرد كارثة زراعية، ده أثر على التنوع البيولوجي بالكامل في استراليا. أنواع كتير من النباتات اختفت وحيوانات محلية انقرضت لأن الأرانب أكلت كل مصادر غذائها. ولحد النهاردة استراليا لسه بتصرف ملايين الدولارات سنويا في محاولة للسيطرة على الأرانب. كل ده بدأ من 24 أرنب وقرار واحد مش مدروس. في أوائل الأربعينيات وبالتحديد سنة 1942 حصل غزو ما كانش ليه صوت ولا دوشة، لكنه كان مرعب بكل معنى الكلمة. في سفينة شحن جاية من أمريكا الجنوبية وتحديدا من البرازيل كان في راكب خفي محدش لاحظه، النمل الأحمر الناري. تسلل مع الشحنة ونزل على ولاية ألاباما في جنوب الولايات المتحدة، ومن اللحظة دي أمريكا دخلت حرب مع كائن صغير جدا بس خطير جدا. النمل الأحمر ده شكله عادي من بعيد، بس لما بيقرب بيبقى كأنه جيش صغير ومنظم وعنيف وعدواني، وبيتكاثر بسرعة خرافية، ولسعته مؤلمة جدا بتحرق الجلد حرفيا وممكن تسبب حساسية خطيرة وفي بعض الحالات الوفاة. في خلال 20 سنة بس النمل الأحمر غطى ولايات كاملة في الجنوب الأمريكي، وبقى موجود في ملايين الأفدنة الزراعية. ومش بس بيهاجم البشر، ده بيقتل الحيوانات الصغيرة وبيدمر المحاصيل.
وبيبني أعشاشه تحت الأرض بطرق تعجز الأجهزة الزراعية الحديثة عن اكتشافها. المزارعين كانوا بيصحوا بيلاقوا الزرع اختفى، أو التربة متخربة، أو المواشي اتقرصت وماتت بسبب لسعات جماعية. كمان الأجهزة الإلكترونية في المناطق الزراعية كانت بتتعطل فجأة، ولما يفكوها يلاقوا جواها مستعمرات نمل أحمر. الحكومة الأمريكية أعلنت حالة طوارئ زراعية وبدأت برامج إبادة بملايين الدولارات باستخدام مبيدات خاصة، بس النمل كان أذكى، كل ما يرشوا مادة يطور مقاومة ويرجع أقوى. وفي التسعينات أمريكا بدأت تحذر من نقل التربة أو الشحنات الزراعية بين الولايات بدون فحص، لأن النمل ده كان بيركب في الشنط أو في العربيات. ولحد دلوقتي النمل الأحمر لسه عامل تهديد ضخم للزراعة والبنية التحتية في جنوب أمريكا، وبيتحرك ببطء بس بثبات كأنه بيفتح الأرض شبر شبر. في أوائل سنة 2020 وقبل ما العالم يغرق في جائحة كورونا، كان في كارثة أكبر بتحصل في شرق أفريقيا. أسراب جراد بالملايين جاية من شبه الجزيرة العربية، عبرت البحر الأحمر ونزلت على الصومال وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. السرب الواحد من الجراد بيضم ما بين 40 ل 80 مليون جرادة، بيتحركوا كأنهم سحابة سوداء بتغطي الشمس، وأي حقل يعدوا عليه بيختفي. المنظمات الدولية وصفت اللي حصل بأسوأ اجتياح جراد حصل في 70 سنة. الجراد كان بياكل في اليوم الواحد نفس كمية الأكل اللي تستهلكها مدينة كاملة. الدول كانت عاجزة تماما، ما عندهاش الإمكانيات ولا المعدات، خصوصا إن الطيران كان محدود بسبب كورونا، فما فيش طيارات ترش مبيدات جوية. الفلاحين كانوا واقفين يتفرجوا على قوت ولادهم وهو بيتاكل قدام عينيهم. الأمم المتحدة أعلنت إن عشرات الملايين مهددين بالجوع، مش بس بسبب الجراد لكن بسبب تأثيره الطويل اللي ضرب الأمن الغذائي للقارة كلها. في ولاية فلوريدا الأمريكية وبالتحديد في منطقة إيفرجلادز، وهي محمية طبيعية ضخمة فيها مستنقعات وغابات، حصل كارثة بيئية هادية بس مميتة. التعابين البرمية اللي أصلها من جنوب شرق آسيا دخلت أمريكا من خلال تجارة الحيوانات. ناس اشترتها كحيوانات أليفة، ولما كبرت أو خافوا منها سابوها في البرية، والنتيجة نوع مفترس بيتكاثر بسرعة وملوش أي عدو طبيعي في البيئة دي. التعبان البرمي بيوصل طوله ل5 متر ووزنه أكتر من 70 كيلو، وبياكل كل حاجة، طيور وتماسيح صغيرة وغزلان وحتى الكلاب. في أقل من 20 سنة اختفت أكتر من 90% من أنواع الثدييات الصغيرة في الإيفرجلاند. في أقل من 20 سنة اختفت أكتر من 90% من أنواع الثدييات بسبب التعابين. والعلماء بدأوا يلاقوا بيض في كل مكان. كل سنة بيعملوا مسابقة علشان يصطادوا أكبر عدد ممكن من التعابين، لكن التعابين بتتكاثر أسرع من الصيادين. فلوريدا دخلت في حرب صامتة مع مخلوق زاحف، ولحد دلوقتي الحرب دي لسه ما خلصتش. نوع من المحار الصغير اسمه زيبرا ماسل، شكله بريء بس مدمر. دخل أمريكا من أوروبا الشرقية عن طريق سفن الشحن اللي كانت بتفرغ مياهها من نهر الفولغا في بحيرات أمريكا الشمالية. بيتكاثر بسرعة وبيغطي كل حاجة، المواسير ومحطات المياه وقيعان السفن وحتى أجسام الحيوانات. بيسد الأنابيب وبيبوظ المعدات وبيغير تركيبة المياه لدرجة بتأثر على الأسماك. المشكلة إن مفيش حل فعال للقضاء عليه، وبيتكاثر بطريقة لا نهائية تقريبا. كل سنة أمريكا بتخسر مئات الملايين بسبب المحار ده. في الخمسينيات العلماء في البرازيل حاولوا يعملوا تهجين بين نحل العسل الأوروبي والنحل الأفريقي علشان يطلعوا نوع ينتج عسل أكتر ويتحمل الحر، بس التجربة خرجت عن السيطرة، والنحل الأفريقي هرب من المعمل وانتشر، وصل أمريكا الجنوبية وبعدين أمريكا الوسطى، والنهاردة بقى في جنوب الولايات المتحدة. النوع ده عدواني جدا، سريع الهجوم وبيهاجم جماعي. لو قربت من خلية فيها نحل إفريقي ممكن يطلع عليك سرب كامل يهاجمك لحد ما تموت. الضحايا بالعشرات كل سنة بسبب لسعات جماعية، صعب السيطرة عليه وبيحتل خلايا النحل المحلي. العالم دايما بيحاول يفرض سيطرته على الطبيعة، يبني ويزرع ويقتل وينقل الكائنات من مكان لمكان، وكأن الكوكب ملعب مفتوح. بس اللي التاريخ أثبته إن كل خطوة غلط في النظام البيئي بترجع في وشنا أضعاف. كائنات بسيطة ما فيهاش تكنولوجيا ولا خطط معقدة ولا حدود سياسية، ومع كده قدرت تتحدى أقوى الدول وأحدث الجيوش وتخرب أنظمة كاملة. الاجتياحات دي مش مجرد حوادث غريبة، دي رسائل إننا لو ما احترمناش توازن الكوكب هتيجي لحظة مش هنقدر نرجع فيها الساعة لورا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.